السلام عليكم شباب، كيفكم؟ لعلكم طيبين ومواصلين إن شاء الله في دروسنا عن الحلقات التكرارية. واليوم إن شاء الله هنتكلم عن حلقة فور. تمام. طيب، في ناس بيقول لي طالما أصلا إن هنا عندنا حلقات تكرارية زي الوايل وزي الدوايل، ونحن نقدر نتحكم في بدايته ونقدر نتحكم في نهايته، إيش معنى إنه أنا أجي أستخدم اللي هو فور لوبس؟ طيب يا عزيزي، يا أخي مرات أنت بيكون أصلا أنت عارف عدد اللي هو المرات اللي ممكن الكود بتاعك يتكرر ويتنفذ. هنا ما ينفع انا اقعد استخدم مثلا دوايل انا استخدمه كانفينيت لوب وكده، عرفت؟ او استخدمه مثلا لما انا ما اكون عارف ذاته بتاعي ده بينتهي 200 ينتهي بيست اون كونديشن معين. لكن هنا انت طالما عارف عدد المرات الكود بتاعك بيتكرر او الاتريشن، تمام، فانت ما مضطر انك تستخدم اللي هو دو وايل ولا وايل لوب. بنستخدم اللي هو فور لوب، وده افضل يوز كيس بالنسبه له. تمام. هل هل ده معناه انه انا ما استخدم وايل ودو وايل؟ لا، اكيد كل واحد له يوز كيس خاص به. الفور لوب انت بتستخدمه في كيس معين، والدو وايل بتستخدمه في كيس، والوايل تستخدمه في كيس. الوايل والدو وايل امس كان اتكلمنا عنهم واخذنا عنهم اللي هو فكره واسعه، حلقه فوق ال 18 دقيقه يعني. تمام. اذا الليله نحن هنركز شديد مع الفور لوب. وطبعا نحن عارفين انه اي حاجه عشان يقع علينا كويس لازم نحن نعرف هو بيتكتب كيف، نكون حافظين السنتاكس بتاعه ده. الصم يا اخي ما درك تفهمه ذاته، عايزك تحفظه عديل كده السنتاكس بتاعه ده عشان ما تجي تغلط لي بهنا وبهنا. طيب، فور لوب انا عندي طريقتين بكتبه بيهم. الطريقه الاولى انه هكتبه كالاتي، ده السنتاكس بتاعه، هقول له فور، وبيكون عنده اللي هو التو براكتس ديل. طيب، والكيرلي بريسز. تمام. وعنده طريقة تانية برضو بالطريقة ده. الاتنين بيختلفوا كيف انا هوريك له، يمكن ما لقيتها محلات كتيرة او شفتها وما ركزت فيها لكن بوريك له. طيب، عنده ثلاثة عناصر هنا، خلينا نسميها. اول حاجة ده بيسموه الكونديشن، او مش الكونديشن ده، الانيشاليزيشن. الثاني هنا بيسموه شنو؟ كونديشن. هنا كونديشن، تمام، وهنا الابديتس. تمام. طيب، اول واحد ده الكونديشن، الانيشاليزيشن ده يلا الكود بيبدا منه. تمام. احنا نيجي تاني نمثل الحاجه دي هنا. طيب، فور. تمام. طيب، الانيشاليزيشن اللي هو ده نقطه البدايه. الكود بتاعك بيبدا به عشان يعيد منه عدد الاتريشن بتاع الكود بتاعك. انت عايز يتكرر كم مره؟ عايز يتكرر مثلا خمسه اللي هو مرات. طبعا بنيجي نقول له مثلا انت هنا اللي هو اكس. انتوا طبعا متعودين على الاي، فانا ما بكتب اي، هكتب اكس طبعا بتساوي اللي هو زيرو، وبتديه سيمي كولون. كويس. دي نقطة البداية، دي أول اللي هو حلقة التكرار بيشتغل من هنا. بعد ده بيجي يشوف الكود بتاعك، بيجي بيشوف الشرط بتاعك. الكونديشن شنو أصلا؟ الكونديشن إنه والله شرط الإكس ده يكون أقل من أو يساوي خمسة. تمام. أنت داير الإكس يكون أقل من أو يساوي خمسة، إذا ده الكونديشن بتاعك. طيب، إذا خليته زي ده بيحصل شنو؟ إذا خليته زي ده بيحصل انفينيت لوب. ليه؟ لأنه إكس دائما ترو، وهنا قلنا لما الشرط دائما يكون ترو، لو حلقه التكرار ما بتجيف، لانه بيعتمد انه الشرط يكون ترو. اذا بقى ترو الحلقه التكراريه ما بتجيف، فانا مضطر انه اديه شرط معين بيست اون كونديشن دي، اخليه بيتغير. اذا ما خليته يتغير فهيعمل انفينيت لوب وهيتبقى لي الزيرو بتاعي ده. تمام. فبالتالي انا عايز اتحكم فيه وعايز اخليه بيجيف لما يصل حته معينه، بقول له هو اللي هو اكس بلس بلس. تمام. لما اقول له اكس بلس بلس اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل انه مجرد ما وصل اللي هو مجرد ما يصل اخر عدد ترو، او يصل اخر شرط حقق ترو، طوالي بيجيب ليا. طيب، احنا نيجي نعمل كومنت للحاجه دي ونيجي نجرب اللي هو الكود بتاعنا. كويس. طيب، ده برضه اي بلس بلس. هنا بجي اجي اقول له سي اوت، وكالعاده اقول له اكس، اكس يساوي. تمام. هنا اكس، عشان نيجي نتبع الكلام ده على بركة الله. نيجي نتبع الكلام ده هيتبقى لنا خمسة من واحد، أو من صفر لحد خمسة، صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. تمام. إذا أنا جيت شلت منه ال I بلس بلس ده هنا، نشوف بيتبع شنو. طيب، أوكي. أوكي، عنده هنا
هيتبع انفينيت لوب. شفتها؟ لانه اولويز قلنا شنو؟ طيب يا اخي مشاوق لي حاجه زي لانه هنا قلنا يا اخي اي باعتباره هنا شنو، بيجي اول واحد بيلقى زيرو. هل الزيرو ده اقل من او يساوي خمسة؟ ايوه اقل من يساوي خمسة. طوالي هيتبع لي الى ما شاء الله، انا ما حددت له. طيب هل في طرق انا تانية احدد به غير انه اخدت له الكونديشن ده او اخدت له الابديت هنا؟ اول ابديت ممكن اخدت له هنا، اقول له اكس بلس بلس. فكل ما يجي يتبع المره الاولى يشوف الكونديشن، بيجي بيشوف الابديت وبوقف لي اللي هو الجهد الحاصل الكثير ده، فبقول له اكس بلس بلس. فبيجي المره الاولى بيشوف انه زيرو اقل من اكس بيتبع لي واحد، اقل من اكس بيتبع لي اثنين، بيتبع لي ثلاثه اربعه كده، بيمشي لحد ما يجي خمسه، بيلقى الخمسه اقل من اكس، والله اقل من اللي هو اقل من اكس اقل من خمسه، لكن يساوي خمسه، لانه الشرط هنا كان عباره عن يساوي خمسه. تمام. طيب ها كان جينا شلنا اللي هو علامه انه يساوي خمسه، قلنا له بس يساوي خمسه. اذا قلنا له بس اكس يساوي خمسة، تمام. تعال شوف هيتبع علينا شنو. على انه اول شرط هيلقى غلط، اصلا ما في عدد يساوي خمسة، فيلا بقوم شنو، ما بيتبع عليه اي حاجة اصلا. فبيجي بيقول له هنا اكس اللي هو اقل من خمسة. اقل من خمسة معناه الاعداد اقل من خمسة ما في، يعني خمسة ما معاهم كويس. فيلا ده الطريقة اللي اصلا بنكتب بيه، ده الطريقتين اللي بنكتب بيهم اللي هو الفور لوب. ممكن اخلي الاكس، ممكن اخلي الابديت ده فوق هنا، ده خلينا نسميه ابديت. وممكن اخلي الابديت قاعد تحت هنا، انه كل ما يجي يعمل كل ما ينتهي من كونديشن معين يجي يشوف اللي هو الابديت اللي بعده مفترض يمشي. طيب هل ده معناه اكس بلس بلس ده اخليه بس كده؟ لا، انا ممكن اقول له اكس زائد يساوي اتنين. كويس. فانا هنا لما بقول له زائد يساوي اتنين، معناه يا اخي اتبع لي كل مره اتنين، يعني ابدا معناه هيبدأ من زيرو، بعدها هيتبع اتنين، بعدها هيتبع اللي هو أربعة. ما هيقدر يتبع عليه ستة، لأنه ستة أقل من كده. تمام. فممكن من البداية كل مرة بتقول له أتبع علي، بدل ما تتبع علي واحد أتبع علي الأعداد الزوجية، هقول له زائد يساوي اتنين يعني. والبساطة دي أصل زي ما بقول ده بس اللي هو فور لوب. يعني أنا بستخدمه في حالة إنه انا بعرف عدد الاتريشنز بتاعي، يعني انا عارف انه الاتريشن بتاعي بيتكون من كم حاجه. ده ممكن انا استخدمه في شنو؟ والله يا اخي اديكم سكيس غريبه كده، زي الباجينيشن. يعني انتوا لو متذكرين الباجينيشن، الباجينيشن شنو يعني؟ مثلا والله انا اجيبها كيف. طيب ما مشكله، انا ابحث لكم حاجه نشوف باجينيشن مثلا عشان اوديها لكم. اشوف بس الصوره. اوكي. باجينيشن بيج مثلا، يا ريت بس القى لي ايميج. بس ده الباجينيشن، ده انسب مكان انا استخدم فيه اللي هو الفور لوب. احسن مكان استخدم فيه اللي هو الفور لوب. انا بعرف انا الايتريشنز بتاعي، فبيجي مثلا اول حاجه بحدد له عدد الصفحات بتاعي، بعد ذاك بيجي بحدد عدد الصفحات الكليه، بيجي يشوف عدد الصفحات الموجوده في كل صفحه، بعد ذاك انا بكون عندي الكنترولنج اللي بيجي بتحكم فيه كده يعني. فده كان افضل يوز كيس في انه انا ممكن استخدم فيها اللي هو فور لوب. اللي هو الدرس بتاعنا ما كتير شديد، لكن فور لوب انا ممكن اتبع به حاجات، ايوه ممكن اتبع به حاجات يعني. طبعا يا شباب كمثال بسيط نتدرب عليه ونقدر نشوف الكيس المختلفة اللي أنا ممكن أستخدمه في حلقة فور. أنا اخترت إنه رأيكم شنو نعمل جدول ضرب يعني. أنا عارف إنكم موافقيني يعني، فيلا يعني قص خلينا نبدأ نعمل جدول ضرب. طيب جدول ضرب ده يا جماعة، إحنا طبعا زي ما قلنا بنخط الكورة بعدها قبل ما نشتغل أي حاجة، بنيجي نشوف نحن عايزين نعمل شنو. والله عايزين نعمل جدول ضرب. طيب جدول ضرب ده عبارة عن شنو؟ عبارة عن العدد الأول في العدد الثاني. طيب العدد الأول العدد الثاني كيف يعني؟ يعني معناه أنا لما أجي أقول له جدول واحد، معناه واحد في واحد بيساوي واحد، واحد في اتنين بيساوي اتنين، واحد في تلاتة بيساوي تلاتة، لغاية ما ننتهي ونمشي اللي بعديه شنو؟ جدول اللي هو اتنين. طيب احنا قبل شوية قلنا عشان نجي نتبع يلا. طيب أهم معنى جدول الضرب ده فيه كم هنا؟ فيه كم؟ من كم لكم؟ من واحد ل 12 الاعتيادي عندنا يعني. كويس. يلا من واحد ل 12 معناها انا محتاج اكرر الاعداد ده كم؟ انا محتاج اكرر العدد الاول، محتاج اكرره 12 مرة. تمام. والعدد الثاني محتاج برضه اكرره 12 مرة. يلا 12 مرة. بعد ذاك اقوم اشيل اي عدد اضربه، ببداهم من العدد واحد. تمام. بشيل اعداده ده كلهم بقوم بضربهم شنو؟ في العدد اتنين. تمام. بعد ذاك امشي للي بعديه وهكذا لغايه ما اصل لاخر واحد. طيب انا عشان اجي اعمل الحاجه دي، عشان اتبع عددين مع بعض واضربهم، انا بتبع لازم اقول له شنو؟ استخدم اتنين حلقه فور هنا. تمام. فالحلقه الاولى فوق بقول له فور. تمام. خلينا طبعا كاعتياداتنا اكس وواي. العدد الاول بنسميه اكس. طبعا النوع البياني بتاعه انت اكس. دي نقطة البداية بتساوي كم؟ واحد. ما عندنا زيرو هنا. جدول ضرب ما هو هيدينا اصفار، يعني انا ما استفيد منه حاجة صح؟ طيب طوالي اجي اقول له اكس ده اقل من
أو يساوي كم 12، لأنه أنا داير أطبعه كم، داير أطبعه 12 مرة. وبرضه هقول له اكس بلس بلس عشان لما تخلص من العملية الأولى أتبع لها العملية الثانية. لكن أنا دايره كل ما أخلص من عملية معينة يقوم يوريني إنه أنا الجدول الشغال فيه ده جدول. أو خلينا طيب كويس، ده الإطار الأول. طيب ده نشوف الإطار الثاني فور، اللي هو هقول له انت واي طيب بيساوي واحد. طيب هقول له إنه واي أقل من أو يساوي 12. أنا ليه بقول له أقل من أو يساوي 12 وما بقول له أقل من أو يساوي 13؟ ده حاجة منظمة عشان كده تكون كونسايز شوية، صح؟ طيب هنا أقول له إنه الواي ده والله بلس بلس. كويس. طيب نجي للشغلة، نجي للجودة هنا. طيب هنا أنت داير شنو؟ داير إنه يطبع لي العدد الأول، كويس، من أول إتريشن وأضربه في العدد الثاني اللي هو كان العدد الأول كان إكس والعدد الثاني كان اللي هو واي. تمام. وهاجي أقول له أتبع علي في كل مرة سطر جديد. هسي انتوا لو لاحظتوا بيجي بيعمل لوب، كويس. أول عدد من هنا بيشيله بيضربه من هنا وبيطبعه عليه. بيجي العدد الثاني بيشيله من هنا وبيضربه ليه. تمام. بيجي بيشيل العدد الثالث بيشيله من هنا وبيضربه ليه. هنا ما بيحصل أي عملية ضرب، هنا فاضي ما بيعمل أي حاجة. تمام. بس العملية كله بيتم هنا. طيب أنا ممكن أدي ورن أجي أتأكد لأنه أنتوا يمكن ما بتصدقوني وكده يعني. اوكي. طيب اكس هنا معلش هنا غلط. لا، انا الاخطاء لازم اخليها لكم في المنتج تاكدوا انه في اخطاء يعني. طيب انتوا لو لاحظتوا هنا بدا من جدول واحد لحد جدول لحد 12. يلا لكن انتوا مشكلتكم ما بتصدقوني. طيب انا خلاص هوريكم انه الجدول ده بادي من واحد لحد 12. هخلي انه هنا هخلي لكم انه اكس مضروبة في واي يساوي. ده هنا يمكن بيتشاف لك بصورة كده افضل شوية، اوضح شوية كده، صح؟ ممكن يعني، ايوه. واحد واحد واحد. برضه انا شايف في ناس ما مصدقيني. طيب انا اوريه في كل iteration اوريه انه يا اخي ده عبارة عن جدول كده. ممكن نقول له table of number مثلا، table of number. وهنا هتبع عليه اللي هو الاكس بتاعي عشان اقدر اعرف انا شغال في أي جدول. تمام. فبرضه يمكن ما تصدقوني لكن نشوف هو بيدي شنو. ايوه هنا قال لكم شنو. طيب ده التيبل اوف نمبر 1، صح؟ التيبل اوف نمبر 2 لحد ما وصل لحد اخر حاجه برضو. تيبل اوف نمبر ده 12 لحد جدول 12. في ناس لسه ما مصدقه. طيب ما مشكله يعني، كالعاده كنا بنخلي آه بنوري انه العمليه دي ماشيه وبنطبع العدد اللي اصلا قاعده تنضرب في بعض يعني، صح؟ طيب ما عندي مشكله. هتبع لكم هنا اكس، كويس. وتاني هتبع لكم العلامه بتاعت الفي، تمام، علامة الضرب. وبعدها هتبقى عليكم واي اكس في واي، وده علامة بتاعت اللي هو اللي يساوي. طيب كويس. اي واحد في حتته. طيب بعدها نيجي نشوف الأعداد دي حقيقية تنضرب في بعضها يعني، كويس. ايوه عشان ما افضل واحد في واحد بيساوي واحد، واحد في اتنين بيساوي اتنين، في تلاتة كده، اتنين في كده 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 ماشي، تلاتة في واحد كده 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 ماشي، أربعة في واحد كده كده ماشي، خمسة في واحد كده كده، خمسة في واحد بخمسة، خمسة في اتنين بتلاتة ماشي، ستة في واحد بلا 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 ماشي، صح؟ اها دي كده يعني ممكن نحن نعمل الكلام ده في تمرين الليلة. أنا داير منكم تطبقوا لي هرم يعني، امشوا تأكدوا كيف نقدر ناس بتقدر تعمل الحرم بحلقة فور يعني، كيف تقدر تطبع حرم بحلقة فور. امشوا اجتهدوا وركزوا شديد في الاتجاه ده، وعندك شنو رسلوا لي الحلول بتاعكم نطلع عليها يعني. ودي آخر حلقة في اللوبس تقريبا. طولنا شديد يعني في اللوجيكال اوبريتورز والكنترول فلو، وبعد ذاك في اللوبس وكده. ان شاء الله الدورة الجاية هندخل على بتاعت structures زي الاري وغيره، وبعديها هندخل في الفانكشنز، وبعديها هندخل في الاو او بي. وكده بيكون الكورس انتهى يعني. فمن هنا لغاية ما ألقاكم أتمنى لكم كل التوفيق ومشاهدة ممتعة. ودي كانت الحلقة العاشرة.